السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طريقة تخليل الزيتون بطريقة جميلة جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجة هنقول بسم الله. انا هنا معايا 1.5 كيلو من الزيتون التفاحي. نبتدي ان احنا نغسله كويس جدا تحت المية بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وكده خلاص خلصنا غسيل الزيتون. نبتدي ان احنا نعمل فتحة بسيطة جدا في الزيتون بالشكل ده. الزيتون نبتدي ان احنا نعمله فتحة بطول الزيتونة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نبتدي ان احنا ننقع الزيتون في مية من بالليل للصبح عشان خاطر ينزل المرارة اللي هي بتبقى موجودة في الزيتون. احنا هنا بنسيب الزيتون منقوع ليلة كاملة من بالليل للصبح في المية فترة من الحنفية علشان خاطر تنزل اي مرارة اللي موجودة في الزيتون. بعد كده بنجيب الزيتون بنشرفه كويس جدا وبعد كده بنسيبه ان هو يتصفى معانا. اكون مجهزة معايا حوالي 5 جزرات بالشكل ده ونبتدي ان احنا نقشرها مع بعض بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. انا كنت مخلله الليمون والزيتون مع بعض. اول ما الليمون استوى معايا نزلت لكم الفيديو امبارح موجود على القناة. بعد كده خلصنا الكمية بتاعتنا بتاعت الجزر. نبتدي ان احنا نجيب المبشرة كده ونبتدي ان احنا نبشر الجزر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده اكون مجهزة معايا حوالي 6 قرون فلفل اللي هو الفلفل الاحمر، وابتدي ان انا اقطعه بالشكل ده واطحنه في الكبة عندي. لازم نطحنه ناعم جدا. وبعد كده انزل على الجزر بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين ونقلبه تقليبه كويسه جدا. بعد كده نجيب الزيتون اللي احنا غسلناه مع بعض وبعد كده ابتدي ان انا انزل عليه بالجزر والفلفل وابتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض. وانا هنا هخلل مع الزيتون فلفل. اجيب الفلفل بالشكل ده واغسله كويس جدا وبعد كده ابتدي ان انا اقطع الراس بتاعه الفلفل بالشكل ده. نخلص كميه الفلفل بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. تخليل الزيتون بيقعد قد ايه عبال ما احنا نفتح عليه؟ بيقعد حوالي شهر وبعد كده نبتدي ان احنا نفتح عليه وناكل احلى زيتون. انا هنا مستخدمه نوع زيتون تفاحي. بيقعد حوالي شهر عبال ما نفتح عليه. بعد كده اكون مجهزه معايا الفلفل وابتدي ان انا ارص طبقه. اول طبقه برصها هي طبقه الفلفل بالشكل ده. كده انزل عليها بطبقه من الزيتون. بعمل طبقه من الفلفل عليها طبقه من الزيتون واخر طبقه خالص لما البطرمان بيتملي معانا بننزل عليه بطبقه الزيتون عشان خاطر يكون تقيل وما يخليش الفلفل يطفو مننا على سطح البطرمان ويبوظ مننا. في الفيديو ده انا مش هفتح على الزيتون عشان لسه ما قعدش شهر عشان يتخلل. اول ما يتخلل معانا ابتدي ان انا انزل لكم بالفيديو اللي هو اوريه لكم ان هو اتخلل وبقى كويس جدا. الفيديو ده هو طريقة التخليل الزيتون خطوة بخطوة. بعد كده خلاص خلصنا كمية الزيتون والفلفل مع بعض وملينا البطرمان. اكون مجهزة معايا مية فترة من الحنفية وانزل عليها بنص كيس ملح وابتدي ان انا ادوب الملح مع المية بالشكل ده عشان اعرف ان المخلل يطلع معانا مظبوط مش حادق. ابتدي ان انا ادوب الميه بملح بالشكل ده. بعد كده ابتدي ان انا اخد بطرف صباعي كده على الميه وادوقه على طرف لساني واشوف الملح بتاعه ان هو يطلع معانا مظبوط ولا لا. لو طلع مظبوط يبقى كده المخلل يطلع معانا كويس جدا ومش حادق معانا. بعد كده خلاص خلصنا ملينا البطرمان بالميه والملح. بعد كده ابتدي ان انا اعصر عليها حوالي 6 ليمونه. احنا هنا بنستخدم 6 ليمونات او 5 ليمونات على حسب حجم الليمونه. نبتدي ان احنا نعصره كويس جدا على الزيتون ونبتدي ان احنا نحط قشر الليمون على الزيتون بالشكل ده نقفل بيه البطرمان وبعد كده ننزل بربع كوبايه زيت. انا هنا بضيف اخر حاجه خالص للزيتون هو ربع كوبايه زيت وبعد كده ببتدي ان انا اقفل البطرمان كويس جدا عشان الزيت بيكون ماده حافظه ليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.